أنتم في الاستماع لإذاعة وهران. ستار على الأف أم. ستار على الأف أم، قصة مع النجوم وفي جميع الفنون. ستار على الأف أم، متعة وفرجة وجلسة سمر. ستار على الأف أم من إذاعة وهران. مساء الخير، مساء الخير بالجميع. أنتم في حصتكم ستار على الأفهام ككل جمعة ومساء جمعة ما بين 9 و10 نلتقي لحصة فنية حوارية، جلسة مع الأحبة مع الفنانين هنا في مدينة وهران أو في الغرب الجزائري أو أي فنان في القطر الوطني. ما وراء الميكروفون نجيب، في الإخراج فتحي صايم، في العارضة التقنية الياس البلاوي. موعدنا ككل يوم وكل سهرة جمعة ستار على الأفهام، ونتشرف اليوم باستضافة فنان، بصح مش غير فنان، فنان وذاكرة تمشي على الأرجل، لأنه فنان مختص في البدوي كما نقولوا، ولكن فنان مختص في الذاكرة الوطنية. بدون الإطالة نرحب بالأستاذ الهاشمي بن سمير. مساء الخير. شكرا. مساء الخير خويا نجيب، وبارك الله فيكم على الاستضافة، والله على شرف كبير. هذه أول مرة نستضيفك وراني حاسب بلي لن تكون آخر مرة إن شاء الله. إن شاء الله. رانا الباهية هذه أف أم راهي دارنا، راك ولد الدار. أنا ولد الدار منذ زمن بعيد. يقول لك مادام انت في فن البدوي، يقول لك من عادات البدو انهم يرحبوا بالضيف 3 ايام. بس انت ما راكش ضيف، يا ولد الدار، انت ما نرحبوش بك، انت اللي ترحب بنا. لا الحمد لله يا ربي. والحمد لله هذه الاغنيه البدويه كما نقولوا احنا، هيا ندخلوا مالا في الصميم، مسيره في الصميم ان شاء الله. كيف حال الاغنيه البدويه اليوم؟ بكل صراحه وبدون مجاملات. لا بدون مجاملات، كما يقولوا بدون قفازات. راهي تنضاطر شويه الاغنيه البدويه، راهي تنضاطر. والحمد لله انا كون نقول لك ماني نشكر في روحي، ولا انا راني الوحيد هنا في مدينه وهران اللي راني نتبع هذا الطابع البدوي. والحمد لله هذا الطابع البدوي ساكن في الدم الله غالب، وساكن في عنقنا كما قال لك عرقنا ساكن فيه دم الشهداء. اولا نذكر مادام انك تقول ساكن في عروقنا، يعني هي كما نقولوا يعني عباره عن صوره نمطيه، نعم. لكن هي كذلك صوره بيولوجيه، لانه انت ابن فنان وحفيد فنان، لذا سماوه عليك الهاشمي. انت حفيد الهاشمي بن سمير، سماوك على جدك اللي كان كذلك من رواد الأغنية البدوية. هو الأخ الكريم سي نجيب الجد الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه، هو شاعر المقاومة الشعبية الجزائرية، والأول من كتب قصيدة بيداق المور الذي دارت رواجا في ذاك العهد. هذه قصيدة نقولوا قصيدة عظيمة وقصيدة ثورية. أنا ذاك هذه قصيدة هي قصيدة تحكي عن المنفى للجزائريين في ذاك العهد، أيام بوعمامة، أيام المقراني، الأمير عبد القادر. كانوا البعض كانوا حتى يدهم سجناء في جزيرة كاليدونيا اليوم، كاليدونيا يومنا هذا، والسجن المشهور تاع كيان إلى آخره. وهذا السجن هذا كما قال لك غير الفم اللي يهدر، هذا اللي كانوا يدوا الجزائريين الشباب، ومنهم جدي بغاو يدوه، والله جدي بغاو يدوه ثاني معاهم. موجود على جزيرة يعيطوا ليلو ديابل. ليلو ديابل، نعم. الأول من داو الجزائريين في ديك الجزيرة خالية، والسفينة تقعد حتى 4 أشهر 5 أشهر باش توصل ذاك المكان من الجزائر يدوهم. حباو يديروا السفن خشب، داك ماشي حاجة يعني كانت كانوا اللي يموت يقيسوا في البحر ياكلها الحوت افونتو. وكي وصلوا تما وهذاك السجن بناوه الجزائريين بيديهم مساكين،
بناوه بيديهم. حتى كان هذيك الجزيره فيها حيوانات تاع كوموندوس هذوك، والله كما نقول لك كوموندوس، وكانوا يتعاركوا معاهم الجزائريين الاحرار في ذاك العهد. شعب الكوموندوس كلا الجزائريين كلاهم هكا بلع كما نقولوا حنا. وكما سي بوبغلا الله يرحمه القائد المغوار البطل دابز مع هذا الكوموندوس. الكومودوس يعطيه حق، يعني هو حيوان يشبه نوعا ما التمساح. كانوا يتعاركوا معاه هو من الزواحف. والجد هذا تاعي مسكين يعني قاعد يكتب هذه القصيده، ربي يرحمه. الجد مولود سنه 1877، وهو الاول من يحطوه في الملف العائلي ذاك القيس، من قاعد يسجلوا في فرنسا المستضمن الفرنسي قاعد يسجل في الجزائريين هنا. هو الاول في مدينه وهران ينحط en 1877 في الحاله المدنيه. نعم. محطوط en 1877 كان عنده 22 سنه وتوفى en 1939 قبل الحرب العالميه الثانيه. وهذا الجد مسكين كتب قصائد، عنده قرابه 250 قصيده منها الغزال. يعني سخر الفن البدوي كأداة لبث الروح الوطنية. فقط نفتح قوسين ونذكر أنه ممكن المستمعين أنه يشاهدوا هذا الحصة على تقنية لايف ستريمينج على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحتنا الرسمية، نعاود نكرر صفحتنا الرسمية على الموقع الأزرق فيسبوك اللي هي إذاعة وهران راديو أورون. ممكن تتابعونا على اون لايف ستريمينج. خلونا اذا اردتم بعض التعليقات وبعض اذا كان فيه اسئله ممكن في اخر الحصه نطرحها على ضيفنا الكريم. نكملوا اذا. قلنا انه درت لنا سرد تاريخي. نعم. هذا ما حياته كبيره يعني هكذا ضيق الوقت. اكيد يعني ملخص. وهذه القصيده دارت رواج في ذاك العهد. فرنسا العدوه ما كانش تبغي هذه القصيده باسكو القصيده الاولى اللي تغنت في الغرب الجزائري، الغرب الجزائري. فرنسا ما قبلتهاش باسكو تحكي كما نقولوا هذا الشيخ هذا كشفها على الصوالح اللي كتديرهم في الشعب الجزائري ذاك النهار شباب، وحتى وصلوا دخلوه للسجن كذا بالسجن واحد الشهر في السجن، وقطعت 3 أصابعه باش ما يزيدش يكتب. هذه معلومه الشعب الجزائري 3 أصابع قالوا له ما تزيدش تكتب القصائد، خاطر هما وما يلقوا ثاني كانوا عندهم قاعده في الطحطاحه يقعدوا تما لارمي فرونسيز دي فوا يديروا دوريات هكا وما يشوفوه يطردوه، يقول لازم كانوا يشوفوا في المقاهي تما المقاهي. والاول من غنى هذه القصيده هذه الشيخ بوراس الله يرحمه المعروف تاع الشلف، وبعد غناها الاستاذ بلاوي الهواري الله يرحمه وساعده بالقصبه اولا، عاود خدمها عصري. والاستاذ بلاوي الهواري يعود من العائله باسكو الجد تاعي الشيخ الهاشمي بن سمير كما نقولوا بلاوي الهواري يقول له راجل خالتي لا دوزيام يعني كاين نسبه قرابه جيده. ولا كما نقولوا احنا الديوان تاع الشيخ الهاشمي بن سمير كتبوا الشيخ بلاوي الهواري، والاول من اسس الاغنيه الوهرانيه خاطر كان البدوي بعد رجعنا للوهراني الاستاذ بلاوي الهواري، وجمع القصائد تاع الشيخ بن سمير باسكو راهم عنده الى يومنا هذا موجودين الديوان تاع الشيخ الهاشمي بن سمير، لكن ماشي مكتوب في دار النشر باسكو انا عاد جددت انا عاد بحثت، مكتوب بالقلم بيده، مكتوب بالانامل يده في ذاك العهد. وثاني تغنت واحد القصيده ثاني كان صديقه الهواري حناني كما يقولوا تاع ولد الحمري اللي كتب قصيده اصحاب البارود والكرابينه، رافدين البارود وشاعلين الفتيله. هذه ثاني اغنيه هذه تغنات في 1930 نهار اللي فرنسا العدوه توجور فرنسا العدوه، نهار اللي فرنسا بغات تحتفل بالسونتونير تاعها بال100 سنه من احتلالها للجزائر. الجد كان حي في ذاك العهد، هذا الجد تاعي تشاور مع هواري حناني، تشاور وقال له ودي غادي هواري حناني شاور جدي قال له ودي الشيخ غادي نخدم هذه القصيده ونقول، قال له ماذا بيك تنشرها في الطحطاحه باش يسمعوها الشعب الفرنسي باش نخسروا له هذه الاحتفاليه تاعو السونتيام انيفرسير. غناوها كشعب تلايموا في الطحطاحه
اداو هذه القصيده المستعمر الفرنسي ما قبلهاش، قلبوا هذا الشيء الهواري بو الهناني وان كوتو الحمري، داوه للسجن بلوا عليه، قال هذه القصيده ما تزيدش تنقال وتخسروا لنا الاحتفاليه تاعنا من اجل الجزائر راهي. طيب نبداو نسمعوا بعض من القصائد هنا، ونبداو نسمعوا طبعا الاغنيه الشهيره دقيق المر، نسمعوها وبعد تحكي لنا ربما تفاصيل هذه الاغنيه، ونواصلوا نهضروا على الفن البدوي، ونعاودوا نلحقوا حتى الفن البدوي اليوم وحالته اليوم. قصه طويله. الجمعة ريت شايفة تبكي عند قبور بهذا قلبور، بالسيف الإنسان ينهزم وهمومه تنزاد، ثم انت قتلها وسلتها بعديت المشهور بهذا قلبور، قلت لها عيدي قصيتك يا روبة الغياد، قالت خيره مات لي خلاني مذمور بهذا غلمور، من وحشه ملاك لي صبر ضعت من التنهاد، وانا خويا بان ونعرف ضيفه لي سيبور بهذا قلبور، وانا خويا جات شاع خبره في كل بلاد، وانا خويا كان جاه ما يغدى مكسور بهذا قلبور، خويا عز اللي انضام هو حرم القصاد، قلت لها يتزيك من البكاء باقيك غير غرور بهذا قلبور، وعلى شهلك تزفايني بدموعك متجاد، تفنى الدنيا بالتمام ما يبقاش المسعور بهذا قلبور، لا شايب ولا شباب لابد من الحاد، سعد اللي يبغي خلقي ويميته مسطول بهذا قلبور، واللي مو الاخير من القبر للجنة الخلاد. وعسى اللي انتي خوك راح عاد بميته مسطور بهذا قلمور، ادعي بالرحمة وزاودي يا صين اللوهاد، لو كان بكيتي بطال رفدوهم في البابور بهذا قلمور، عليهم الصور والقفل متعمد تعماد، عيطى ناس مسلسلين هم يتمشوا بالكور بهذا قلبور، وجبابر معذبين هم القوم الحساد، لو كان بكيتي بطال عمدة بسلاح الجور بهذا قلبور، هيا الظلم يوكدو في يوم الغراد، لو كان بكيتي بطال نعرى للي محقور بهذا قلبور،
يمشوا عن فيا قبالة العدية والحساد، راني مكوي من فراق هم في جسدي مضرور بهذاك المور. بعد برا جرح القلب عدت متجرح من الكباد، قالوا نحكي لك قرحتي يا صبغة الدور بهذاك المور. تبكي من همي كتير ما يحلالك رقاد، شاو زماني كنت منطرب بغزالي في القمور بهذاك المور. نزهى بيها في عراس وتقاصر هي الزاد. شاو زماني كنت منطرب بغزالي في القمور بهذا المور. نزهى بيها في عراس وتقاصر هي الزاد، قاسيتي كيما قصيتك قدار المقدور بهذا المور. سلفت حتى انا خليلتي دو شهرين عداد، راه عليا هاد وحشيها كل نهار يثور بهذاك المور. كي شفتك نسيت قرحتي نصبر كيما راد، نطقت لي بكلام زين قالت لي يا مغرور بهذاك المور. ربي لقانا اليوم يظهر بينا محتاد، خبرني يا شيخ عيد لي بحديث المشهور بهذاك المور. أمنين أنت في النسب قلت لها من الجواد، فرعي من شجرة طيبة ما تثمر بمرور بهذاك المور. من حشم غريسة من السلين الأب مع الجداد، سكنتي وهراني وعمت في شلة البحور بهذاك المور. شارب عوف وصام للهوى حد تحداد، نورك لكن بهذاك المر نعاودو نرجعوا الى حصتنا مع الفنان الهاشمي بن سمير، وهذه الغنية اللي تبقى في تاريخ وتراث الأغنية الفنية والأغنية البدوية. كنا حكينا تقريبا هكذا، عطينا لمحات حول تاريخ هذه الغنية وتاريخ الفن والأغنية البدوية اللي خلت الشعلة تاع الوطنية تقعد بالكلمات بالحضور بالمناسبات إلى آخره، كانت عامل لتقوية الروح الوطنية. وكلام نظيف ثاني الحمد لله، كلام نظيف جدا. والذاكرة الوطنية نقدروا نتباهوا بهذا الذاكرة الوطنية تاعنا اللي صنعوها شهداء الوطن صح وزعماء هذه كما نقولوا أعظم ثورة في تاريخ العالم. أنا أسميه في تاريخ العالم، لأن أعظم ثورة كي نقولوا ثورة نقولوا بال 1830 إلى 1954 قرن 32 سنة. صح. والشهداء من ذاك العهد إلى هذا العهد تاع إلى عهد 62 مثلا يوجد أكثر من 5 ملايين و660 شهيد. صح. من ذاك العهد ماتوا ناس شبان شيوخ شهداء ضحوا هذا الوطن، هي ضحوا بالسيف حتى وصلنا للبندقية وللرشاش والمدفع،
والحمد لله رانا احرار في بلادنا، الحمد لله عايشين غايه الحمد لله يا رب. نعاودوا فقط بك نرجعوا ربما للاغنيه البدويه. كنت السؤال الاول طرحته عليك الهاشمي بن سمير، قلت لك حال الاغنيه البدويه اليوم في وهران ولا في الغرب؟ قلت لي شويه ربما كاين عزوف تاع الشباب على الاغنيه البدويه، ولا ربما اغنيه يعني كيما نقولوا ما عندهاش التجاري مؤخرا استاذ. ايوه مؤخرا المهرجان واش اللي خلاها الاغنيه تراجع شويه اللور؟ تراجع، ناسها ماتوا ثاني، الناس اللي حبوا هذا على ما كاش جيل جديد. الجيل الجديد انا تمنينا، وراني بلغت رسالتي وبلغت رسائل ثاني للوزاره المختصه، وزاره الثقافه والفنون، وقلنا لهم زعما لازم تكون مدرسه لهذه الاغنيه البدويه، مدرسه نعلموا فيها التراث الجزائري والتراث الجزائري الاصيل، ومام نخلقوا مدرسه باش تكون كما نقولوا الاله القصبه والقلال هادو يليق الالات هادو يكونوا ما في الاوركسترا، يعني وتدوين القصايد وبحوث علميه وتاريخيه باش يقعد هذا الفن. كاين كيما نقولوا الشطر الفني، وكاين ثاني الشطر العلمي والشطر التقني والشطر ربما يقرا في الجامعات، راهم يدرسوا في الجامعات. اكزاكتومون. انا هذا الجد تاعي الله يرحمه في الجامعه راهم يدرسوا عليه التاريخ تاعو وكيفاش والاغنيه وكيفاش. وانا مؤخرا راني نمزج بين القصبه والقلال والالات العصريه. انا سجلت وراني مسجل، دوك تشوف تسمع مثلا قصيده بختة سجلتها انا دانييرمون، عطيتها روح البختة، عطيتها روح بدوي عصري، وانا توجد ويمن ندخل القصبه ندخل آلة الاكورديون، خاطر الاكورديون هذه يتماشى مليح مع القصبه. يتماشى على ما كاع ما من الاغاني الاخرين. ودانييرمون في المهرجان الاغنيه الوهرانيه قررت انا شخصيا اديت اغنيتين للجد تاعي الله يرحمه ويسع عليه، واغنيه الاولى للجد والاغنيه الثانيه للشيخ عبد القادر الخالدي الله يرحمه. اديتهم جوج قصبات وقلال، والقلال انا خدمته، انا ضربت القلال وجبت جوج قصاص بيا من ولايه غليزان، باسكو قصاص بيا ما كانش هنا في وهران، نشكرهم قصاص بيا ثاني لاباس بهم. ادينا اغنيتين جمهور غفير، كي نقول لك جمهور غفير وتعطش لهذه الاغنيه البدويه. راه ما عندي لي فيديو كل شيء الحمد لله، درتوا انتم ثاني البث مباشر، وكنا غطينا فعاليات المهرجان، مهرجان الاغنيه الوهرانيه. مسرح عبد القادر علوله فريمون الناس ما قدرتش تجمع الغاشي بزاف ترود موند للاغنيه البدويه الوهرانيه الاصيله. وانا دائما كي نتكلم على الاغنيه البدويه الاصيله نتكلم سيتادير البدوي ما يموتش. انا بالنسبه لي ان شاء الله يعني مازال عنده جمهوره والله. لا كاين شباب وراني انا راني لونسي كيما نقولوا، راني قلت لهم باللي ماذا بينا نديروا مدرسه للاغنيه البدويه سبيسيالمون. راه عندنا المعهد البلدي ان شاء الله احمد وهبي ان شاء الله، ولا بروبوزي باش تكون ديكور للاغنيه البدويه. قلت لهم انا اعطوني معليش بينيفولمون نقدموا باش التاريخ تاعنا ما يموتش باطل، معليش كل كان باطل. يعني مستعد انك تروح تقدم دروس للشباب ببلاش. يعني الهم الوحيد تاعك انه يقعد هذا الفن، الرساله باش تقعد هذه الرساله تقعد للاجيال، تمد المشعل تاريخنا باش يقعد للاجيال. وهذه لكن هل هناك اقبال على من الشباب على هذا الفن البلودي اليوم؟ ربما يقول لك يعني سيدي باسي سيدي مودي، يحبوا ربما طبوع بلو ريتمي، يحبوا طبوع ربما بلو دونسون. اسمح لي اخي، انا بالنسبه لي انا وقت نحترموا كاع الفنانين ونحترموا كاع طبوع الكلمه راهي ما راش عندها مستوى خويا. نهضروا بيني بولمون زعما كاين بعض الشباب ربي يهديهم يأدوا في اغاني غير مقبوله، غير مقبوله، ما عندها لا معنى لا والو، غير راهم يشكلوا في الكلمات. يجوا يشاورونا خويا ونعطوهم ان شاء الله. يوجد قصائد غير مسموعه اون بليس دو سا، غير مسموعه. انا دانييرمون سجلت قصيده قديمه جدا. هذه القصيده عين بادحو، لو كنت تسمعوها راني مسجلها. عين بادحو اديتها في احسن اداء، دوك الجمهور هو اللي يحكم. اديت هذه القصيده ثاني قصيده ثوريه تغنات
تغنات في عهد المقاومه تاني توجور، قصيده قديمه جددتها، دوك تسمعوها دروك، دوك يفوتها لنا الاخوه. نقول له بك إن شاء يوجدها الله باش يوجدها. نسمعوها. بصح هل ربما هذا العمل هذا اللي راك تقوم به وعصرنت نوعا ما الفن البدوي والاغنيه البدويه باش ترجع عندها قابليه للشباب في 2025 على بالك يحبوا لي ريزو سوسيو، يحبوا موسيقى خفيفه كاين الى ناسهم، اخره. كاين ناسهم، كاين التيك توك، كاين ناسهم. استاذ انت راك تقوم بالعمل هذا، بصح بالك راك وحدك الواحد راني وحدي هنا في مدينه طهران، لا راك وحدك ويقول لك يد وحده ما تصفق. بصح راني كيما يقولوا راني متغلب على السوق، كيما قال لك راني متغلب عليهم. وهذه الاغنيه البدويه انا فاهمك على مي كاين بعض الناس اللي يبغوش، خاطر قصائد طويله، وحنا القصائد ما يحبوا لا شونسونات. ما نجيش نقسم الكلمه انا. مثلا نعطيك مثال باش تفهمني واش راني نقصد. الشعبي مثلا دار لا ترانزيسيون، كاين الشعبي القديم تاع الشيوخ الى اخره، وكاين دوك الشعبي الجديد افيك سي دي شونسونات. اول من بداها ربما عمر الزاهي بدا يدير لي شونسونات، ومن بعد كمال مسعودي، ومن بعد الى اخره. يعني دي اغنيه تاع 4 دقائق 5 دقائق الباجي الى اخره. يعني حاولوا يعصرنوا هذيك الموسيقى، ماشي اغنيات تاع 25 دقيقه وقصايد تاع 30 دقيقه الى اخره. يعني كما نقولوا حاولوا عصرنة هذاك الطبع الشعبي. هل البدوي راه يقوم بهذا العمل؟ مثلا نعطيك ناس العاصمه نحييهم بزاف. الشيخ والله هذه ماشي يعني غير نهضر، الشيخ محمد العنقه الله يرحمه. الله يرحمه. الشيخ محمد العنقه والله العظيم اذا كان يجي في الطحطاحه، يجي الوهران سبيسيالمون على خاطر حماده، الشيخ حماده. وانا على حسب النظريات يعني انا ما نعقلش باسكو جيتي ما كنتش زايد ذاك العهد. الشيخ محمد العقا قادر كان يتلاقى مع الجد تاعي، كانوا يتلاقوا ممكن انا كفنانين كذا طبعا. الشيخ محمد العقا يتعطش بزاف للاغنيه البدويه ومغني وديجا الشيخ حماده الاغاني الشعبيه مدحهم في الاغنيه البدويه، والله مدحهم صافي بليزير. شوف من العاصمي للقسنطيني للقبائلي للصحراوي، الطبوع هذه التقليديه قادرين حنا نجدوهم ونديروا كاع طبع واحد، نغني شويه صحراوي نغني منا باش تكون وحده وطنيه. حنا نحوسوا على الوحده الوطنيه. بصح لازم كل طبع طبع واحد لا كل طبع يخلي الروح تاعو، الروحيه تاعو. راك تشوف العاقه كان يغني اغاني تاع الشيخ حماده، والشيخ حماده كان يغني اغاني تاع محمد العاقه. شوف باش تكون اخوه. شو كانوا كنا في هذاك الان مستعمرين والاستعمار والجوع والعطش، والحمد لله كانوا نبلغوا الرساله. انا بالنسبه لي في ذاك العهد ما كاش اعلام، انا جدي ما كاش الاعلام والله ما كاش. هما كانوا اعلاميين، هما هاد المشيخه هادو تاع بكري كانوا يوصلوا الرساله بطريقتهم الخاصه في الاعلام تاعهم. كان يوصلوا هذا كما نقولوا كان يوصلوا يبلغوا الرساله في الاعراس في الحفلات في كذا عن طريق هذه القصايد، عن طريق هذه الاغنيه. طيب نسمعوا اغنيه اخرى اللي قلت لي عليها. عين بودح وهي طويله بزاف صح ندو غير مرسويات. اكيد ونعاودوا نرجعوا لنقاشنا ان شاء الله. سوق خاص ويلا بالراحو غاشي متخلطين كدام الضوار، الديك مع العقاب راهم مصطلحوا ولا مجمعين في قلب الدوار، والديك احشى عليه بالنفيد جناحو ساعة يجيه حايم بالملقاة. البراني باقي لا يذنق بالماحو، ما صايح جهد للبلاد ولا مقدار. الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر، والله يرحم شيخنا احمد بن حراد وقبيله ابن عامر.
نور عين بدحو غير خفيها رماوني ليها القدار والله لا بكيت ودموعي طاحو أدركني هم شاب راسي مد افكاره العين عناصرك راه وفحوه وانتي قاوية وما كبرت في صرصالة الليل على النهار بمياك يصيحون همك دلوات خاصرك هذا التخضار هموك ولادموك وحجارك طاحوا وانصار الجاهلين من القوم الكفار حتى هما فناو من الوطن تلاحوا مشاو الكل ما بقى منهم اثار اللي شافوك من همومك ينقرحوا وبقيتي خالية من الغاشي قفار غاشي كانوا هنا يعيشوا ويضحوا لا تخلاشي طريقهم في كل نهار السوق بلا سوق خاصه بالرحو غاشي متخلطين كيدا متدوار بصغاري الحلال عندك ينصبحوا وعوار متاهيين لا مشوار ما جاوليك هاودات راحوا مسوم كل مرة راكدة اللي من البشرانة كل مرة دايرة حسامة بدواحو تتمشى بيه كيف ساكنين الجنان الاخير فرش اللي ينضبحوا عبيد قناوة ومارقين بلا حرارة وسط روايه عوارم ينزاحوا يضووا في الليل غير قابل خنار خنار خودات مدرغمين بالحول اللي ميحوا ما شافوا سرد البرود ولا هجار اصوار وابها عوارم ينزاحوا يضووا في الليل فرار قبل الخنار هلال مع النجوم كيساح يسيحوا الثلاث مسلسلين ما حيب الطمان استاذ عزيز موحانا يبيحوا والسنة والحياة ربوا بها صغار النحشاوين بالمحاوين ينقرحوا واللي غافل داك نادرك وهخبار ابكويا شايفات بالكون وحور على الوقت اللي مشى راه قبو دار كيدا مروا تاغوقتو وتراحوا بعد طاقية اليوم راح يرجع مشرار كيدا من المرور ما تبغى اصلاحوا امنين الله يمضى علم والعار يا عنده بالفيل سايس يتصلحوا مصنوع القلب والعقل مسكوا مختار الشكر واتي عليه الطري راحوا يبني عامل ريم شرفه ولا حرايا ركبوا الناس بيهم يفرحوا وعادي والعراس فرسان بالتشهار يفتع البارود من عجاب يصيحوا اكسب اللي طاقي يسوق يمكن هذه دخلت فيها العصرنة الهاشمي بن سمير وقلت لي الاغنيه هذه خافوا منها يعني صعيبه باش لان الكلمات والريتم تاعها هذه القصيده كنا نقول لك فيها قادر فيها 12 دقيقه لو ريتم تاعها ثاني صعيب تجي هذه اوبليغاتوار تجي النغمه تاعها اللي يلقى القلار واللي يلقى القصبه ما تجي سما ودخلنا الات راك تشوف الالات والكلمات شويه اللي تدرسهم وتعرف الكلمه هذه اش تقول وهذه اش تقول هما كاين بعض هذه القصائد الصعاب شويه يفيتوهم بصح هذه قصيده ثوريه وتعلن الذاكره الوطنيه ومولاها الله يرحمه ويوسع عليه الشيخ بن حرات احمد بن حرات هذا من قبيله بني عامر هما هادو قبيله بني عامر بني هلال عاد كاع هادو اللي حرروا الجزائر هاو الجهه الغربيه منه عاونوا بوعمامه وعاونوا الامير عبد القادر الله يرحمه ويوسع عليه بالمقاومه هذا القصائد انا ماتوا وما يحوس ماتوا كما نقول انا نحوس نحييهم
كان مازال يوجد نبض الغبار. يعني كاين كنوز تاع كاين القصائد كنوز، خصنا راهي نستدعي. تستنى غير انه اعاده كاين. احيائها واعاده احيائها، وخصنا شويه دعم. الدعم هو كما نقولوا يوفروا لنا كما نقولوا حنا التلفزيون ثاني الحمد لله ثاني راه مساعديننا ثاني، والاذاعه ثاني زعما تولي كيما بكري نجموا نسجلوا اغاني على التلفزيون. انا ما نكذبش عليك، نبغي لا التلفزيون ناسيونال جوستومون ناسيونال. كان عندها اوركستر وطني وتسجل كل هذه الطبوع والارشيف تاعها زاخر بهذا. الحمد لله هنا عندكم ديجا نهضر على الارشيف في اذاعه الباهيه بفضل الرجال فاتوا ثاني الله يرحمهم ويسع عليهم، امثال صايم الحاج، امثال بزاف كريم الهواري. هادو الناس قاعدوا هنا في الاذاعه خلاو ثروه كبيره. الحمد لله راه كاين الخليفه مثلا هنا عندكم الاخ فتحي الصايم ثاني راه يحتفظ لنا والله لا يعطيه الصحه. عنده ثاني راه داس واحد الصوالح اللي بالك ماشي كاين واحد الصوالح كبار ماشي مسموعين، هما راهم يحوسوا ينبحثوا باش هذا التراث ما يموتش. ها مثلا قصيده بختة تغنت بالغلط، نعطيها لك فين نقول لك بكل صراحه. نكملوا بها من بعد بختة، نكملوا بها القصه. بختة انا الوالد تاعي دار حصه خاطر في التلفزيون. يحكي لنا الانيكدوت هذه تاع بختة تغنت بالغلط خويا. بختة مولاها كي غنى فيها 72 بيت، فيها 72 بيت. دوك الا تغنيني انا 4 بيوت وتروح بهم للعالميه، انا جي با بيزوان انا نغني قصيده تاع بختة. على الاقل عطالها اسم، عطالها شهره. دوك حتى شكون في الشباب ما يعرفش بختة. لا اغنيه بختة غناها شباب، غناها الشيخ تاعها هو الاول، الشيخ الخالدي الله يرحمه ويوسع عليه اداها. لكن خالد هو اللي عطى لها لا ما بور موا فهمني انا ما عجبتنيش ما كلمات عيانه. كان احنا نعرفوا المشيخه. كاين غير قويد البركان الله يذكره بخير، الاستاذ قويد البركان عطاها الروح اللحن تاعها شباب. انا بالنسبه لي تغنت بالغلط قصيده بختة، والحمد لله غادي نسجلها انا شخصيا، انا غادي نسجلها مع قويد البركان. والاستاذ بلاوي ثاني غنى بختة، استاذ بلاوي طاها روحها. الكثير خذوا من التراث هذا، يعني مش غير هذا القصيده ثاني قصايد اخرين. استاذ بلاوي الهواري خذوا من التراث هذا وعاودوا حياوه وعاودوا عرفوه للاجيال القديمه. ربما هذو قصايد عندهم اكثر من 72 بيت تاعها، ربما القصايد هذو عندهم اكثر من قرن. دوك تسمح انا كي خدمتها للعالميه، ما نكذبش عليك والله راه العالميه ماشي غير في التلفزيون، لان كاين التواصل الاجتماعي. هذا التواصل الاجتماعي راه وصلنا للعالميه والله كيما نقول لك. انا عندي ناس كاين شفت بعض المقاطع هكذا سيدي روميكس كيما يقولوا ما بين البدوي ودي روميكس. وبختها كي ما دخلهاش القصبه كلي ما درت والو. انا بالنسبه لي كي ما دخلش قصبه في بختة ولا في اغاني تاع البدوي كلي ما درت والو، باسكو هاد الشيوخ تاع بكري كيما بلاوي كيما يعني القصبه هي كيما نقولوا هي لا سيناتور. والاكورديون الاول من دخلها في افريقيا كيما نقولوا حنا سي الاستاذ بلاوي الهواري، هو اللي دخل الاكورديون في البدوي. هو بلاوي الهواري اللي دخل الاكورديون في البدوي. طيب نعاودوا نولوا لهاشمي بن سمير. جديدك يعني ربما مشاركتك في الحفلات في المهرجانات. جديد كاين، اعطينا جديد لهاشمي بن سمير. ثاني اغنيه اخرى اللي جايبها لكم ثاني، جزائر زينه الاوطان، نجمه من بعد تبان، ارض العروبه والشان واعلامنا فيها ظهر، يا مسوره والبرهان من ارضنا طرد العديان، بالاخلاص نيه والامان، ابطال الجزائر. الجزائر ساكنه في الدم الله غالب، عندنا ما نديرو باسكو بلادنا. هذه اخر اغنيه تاع اخر اغنيه هي الجزائر، هذه خدمتها الحمد لله سمعتها. وهذه العنوان اللي طاه لي تاعها العنوان الله يرحمه ويوسع عليه الشيخ عبد القادر الخالدي تاع مصالم الله يرحمه ويوسع عليه. اذا كان الياس قدر يلقى لنا الاغنيه هذه باش نكملوا بها. موجودين انا نسمعوا شويه تاع بختة، شو الروح تاع بختة كي دايره، ونسمعوا الجزائر موراها. الاغنيه الاخرى اسمها جزائر زينة الأوطان. جزائر زينة الأوطان. بختة هي الأولى. شوف يلا سمعنا بختة. ذاك اليوم سعيد يليت فيه شعاع القادي، بختة نور تمادي ملكتني كل جنية،
يرغبها مراضي يرغبها مراضي منيت الغالي يا خويا يرغبها مراضي منيت الغالي يا سيدي دبلت قلبي وحدي كيتي من بختك هاي هاي من يوم شتيت من ايدي سابغت النشلقيات بختة زينة لنعايات والوشياب الهوارية فاتت نشمة الوقت فالطابع محظوظية. هذه بختة 12 بيت ب 12 بيت يعني من الاول للاخر 72 بيت. القصبه والاكورديون كما قلت لازم هذا المزيج ما كاش لا مفر منه. كي تغيب القصبه كل شيء كي تغيب القصبه انا قلت لك رانا في العالميه على بالك هذه نختموا بعض اللحظات باخر بجديد الهاشمي بن سمير في 30 ثانيه كيف نقدروا نطوروا البدوي؟ هكا هذا هو تطوير البدوي كما كنت تسمع الهواء تاع القصبه تدخل لي سونوريتي مودرن ونقول لك حاجه انا هذه مسجله استديو بسيط ماشي نقول حاجه كبيره حتى هي ثاني مول الاستديو كما نقولوا حنا لارونجمون ثاني عندها دور اكيد. وفي العصري عندي الحمد لله اني نلاقي واحد ارونجور معايا مسكين شيالي من مدينه تلمسان ثاني يخدم لي دي زارونجمون ما تامنش عقلك دي فوا سانتي يدير فيه كل شيء سانتي اكورديون قصبه كل شيء فيه سيما النغمه تاع القصبه لازم تكون هذه بختة. انا لحقت كي طلقتها هذه ان شاء الله طلقتها في التواصل الاجتماعي لحقت 1,500,000 دو فيو يعني الجمهور كاين عجبتهم يعني الجمهور كاين والجمهور موجود الاغنيه البدويه. خصنا بك نعطي واحد الدفعه هكذايا نعطي واحد الدفعه هكذايا لاعاده احياء التراث هذايا. شكرا لهاشمي بن سمير كنت علينا ضيفا كريما في حصه ستار على الافام. شكرا لفتحي الصايم اللي كان في الاخراج الياس البلاوي في العارضه التقنيه نجيب وراء الميكروفون ونختموا باخر الوقت قصير انتم مازال يوجد الجديد الاغنيه البدويه الفرانيه الهاشمي بن سمير الجزائر زينة الوطن ونشكركم جزيل الشكر انتم من المدير لكل الاعلاميين الاخ فتحي الصايم وخويا الياس بلاوي وانت ثاني سي ناجي بخاطر شكرا وماذا بيا نزيد نفوت معاك ان شاء الله. اكيد اكيد لان ما كملناش الهضره على البدوين نعاودوا نتلاقاو ونعاودوا نتمعنوا فيه نخلوا المستمعين مع جديد الهاشمي بن سمير الجزائر زينة الوطن. شكرا لكم على متابعتكم هذه الحصه نلتقي الجمعه القادمه. جزائر زينة الوطن نجمه من بعد تبان